السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم النهارده فيديو بقى جديد وحصري على قناتي. اول مره اعمله على القناه وان شاء الله مش تبقى اخر مره. هوريكي كمان احنا قبل كده عملنا حلقات كتير دبري ووفري. دي كمان من ضمن الحلقات بتاعه دبري ووفري. هندبر وهنوفر كتير قوي في البيت. اللهم بارك من خير اللي موجود في بيتنا. هنعمل حاجات كتيره قوي، ما نكسلش وما نقولش لا نجيب جاهز، لا. جربي مره واتنين وتلاته وان شاء الله هتطلع الحاجه معاكي مظبوطه ما شاء الله. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض طريقه الزبده الفلاحي، سمنه البلدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نصلي ونسلم ونبارك كده يا جماعه على سيدنا محمد دايما. هنلاقي حياتنا كلها كويسه وحياتنا كلها مقضيه باذن الله. ونشترك بقى في القناه ونفعل الجرس عشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد. بجد انا بتعب كتير في الفيديوهات، وفيديوهات فعلا فعلا تستاهل منكم الدعم. واشتركوا بقى في قناتي. هي قناه بسيطه بس يا رب تعجبكم. واكون بفيدكم بولو معلومه واحده. زي ما احنا شايفين كده، انا كان عندي كنت بعمل كل ما اجيب لبن بشيل القشطه بتاعته واحطها في علبه واقفلها اغطيها كويس واحطها في الفريزر. طبعا انا عملت كميه كده كويسه ما شاء الله اللهم بارك يعني، زي ما انتم شايفين. فقلت ايه، انا طبعا يعني ممكن ياكلوا قشطه، بس ممكن برضو ان انا استغلها في حاجه كمان، نعمل السمنه البلدي مع بعض. طلعتها قبلها بالليل من الفريزر وحطيتها في ال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حطيتها بره في طبق يا دوبك فكت. وابتديت بقى بالمضرب بتاعي، ضربت زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. ضربتها كويس، ضفت عليها نص كوبايه من الميه اللي ساقعه عشان خاطر تمسك معايا بسرعه. طيب ما عنديش مضرب، ممكن اعملها بايدي بكل سهوله. هضرب كويس هتطلع معايا، هتتجمد معايا كتل. هبتدي ان انا اعصر الكتل زي ما انتوا شفتوها كده. هتعمل معايا كرات زي ما انتوا شفتوها اللهم بارك. كانت عامله كرات، انا كنت عامله كرات كلها صغننه كده. ما شاء الله ما شاء الله يعني ادتني كميه حلوه استفدت منها. بنعمل منها الاكل، بتدي ريحه للاكل وطعم جميل. احسن كتير من انك تشتري سمنه من بره وما تعرفيش طريقتها معموله ازاي، ما تعرفيش مغشوشه ولا لا. بصوا جمالها. انا عايزه اقول لكم يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عجبتني جدا جدا، اول مره اعملها في البيت وان شاء الله باذن الله مش هتبقى اخر مره. نخش على المرحله التانية اللي هي نسيحها. انا سبتها في التلاجة بعد ما عملتها كور كده، سبتها بتاع نص ساعه ترتاح في التلاجة. تمام تمام. جينا بقى هنا جبنا الحله بتاعتنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جبنا بقى الحله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. وابتديت ان انا احط فيها الكرات بتاعتي بتاعه السمنه البلدي، واسيبها كده لحد ما تفك معايا. هتفك معايا بقى واحده واحده. انا هسيبها اول ما تغلي اول غلوه هبتدي ان انا اوطي النار شمعة خالص. بصوا بقى انا جايباها معاكم بكل المراحل، من اول ما كانت قشطه وبعد كده نزلتها في الطبق في البوله بتاعتي، وبعد كده سبتها لما فكت وابتديت اسمي الله واضربها بالمضرب بتاع الكهرباء. ولو ما عنديش اي مضرب كهرباء بضربها بايدي هتشتغل معايا زي الفل، مفيش اي مشكله. اي حاجه هنقدر نعملها، اي حاجه مش موجوده عندنا ليها بديل. نشغل دماغنا يا جماعه. هنعمل حاجات كتيره قوي كويسه جدا في البيت. دلوقتي اسعار الجبنه الزبده عاليه جدا، واسعار القشطه عاليه جدا. طب ليه؟ طب ما انا اجيب اللبن واستفاد من القشطه بتاعته، اجمعها اعمل منها السمنه البلدي اللي انا عايزاها. وكمان الميه اللي بتطلع منها ممكن نعمل منها احلى معجنات في البيت. هعمل لكم باذن الله حلقه برضو للمعجنات، اللي هو يعني نقول ايه، وداعا للغلاء. ما نحطش نفسنا ان احنا نروح نشتري من بره بالغلا واحنا نقدر نعمل كل حاجه اقتصاديه في البيت. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم حلقه باذن الله عن المعجنات وهتعجبكم باذن الله ان شاء الله. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا بوريكم اهو شعله يا دوبك هي فكت كلها كده، وبحسيت انها يا دوبك كده ابتدت خلاص تغلي معايا. بصوا الوش بتاعها من فوق اهو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبتها بقى كده على نار شمعة خالص، يعني اهدى نار عندك. هتهدي النار على السمنة البلدي هتاخدي منها احلى سمنة بلدي. اولا هتستوي معاكي كويس، مش هتشعوط معاكي. جيت انا بقى حطيت نص معلقة صغيرة من بتاعة الشاي دي، نص معلقة صغيرة ملح، وسبتها كده بقى عشان خاطر ايه تاخد وتدي مع نفسها ومع بعضها.
اللهم صل وسلم وبارك، كانت في منتهى الروعه. بصوا بقى ابتدت الوش كله ابتدى ينزل تحت، اللي هو ايه المرطه، اللي هو المرطه. بصوا بقى انا بجيب من تحت كده عشان اوريكم. اللهم صل وسلم وبارك. بصوا لسه فاتحه، اول ما تديني اللون الذهبي يبقى هي كده استوت معايا. هوريها لكم وماشيين مع بعض مراحل. بس ما تنسونيش بقى بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. لو عجبكم الفيديو تقولوا لي، ويهمني رايكم في الكومنتات. بصوا لسه يا دوبك اهي هتبتدي تغير في لونها. ماشيه معاكم خطوه بخطوه علشان خاطر ما تبقاش ايه حاجه سقطت مننا. عملناها من اول ما ابتدينا لحد ما هننتهي ان شاء الله وبامر الله. سهله وبسيطه، عملتي حاجه على ايديكي، متاكده انها مش مغشوشه، مش متضاف عليها سمنه من بره. في ناس كتير قوي قوي يا جماعه بيحطوا النص سمنه بلدي والنص بيضيفوا عليها سمنه مش ما نعرفش مصدراتها ايه، ويعملوها برضو كور كده وخلاص بقت سمنه بلدي. طب ليه؟ طب ما احنا نقدر نعملها، مش هنخسر اي حاجه. عملتي بيضه، عملتي اي حاجه حطيتي عليها ان شاء الله لو نص معلقه تديكي ريحه وطعم في منتهى الجمال. مش شرط ان احنا نزود الدهون في الاكل. خلينا في حدود المعقول عشان ما نتعبش. ماشيين بتدابير ربنا وبتسهيل ربنا. وطالما ربنا اداك الموهبه انك تقدري تعملي حاجه في البيت، يبقى ما تقلقيش من اي حاجه، ان شاء الله بيتك هيفضل فيه الخير. بصوا بقى الجمال، انا وريتكم اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، ادتني اللون بقى اللي انا عايزاه اهو. المرطه طلعت، بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الطبق دوت لونها ذهبي جميل. حطيت عليها ربع معلقه من الملح وقلبتها كويس. كمان عملت معايا الكميه ديت. اللهم صل وسلم وبارك، منتهى الروعه. عايزه اقول لكم كانت جميله، طالعه قد ايه مرمله. عجبتني قوي بامر الله بامر الله. انا يعني قررت ان انا باذن الله مش هشتري من بره مرطه، مش هشتري من بره سمنه بلدي، مش هشتري من بره قشطه. لو حبيت القشطه هشيل جزء من القشطه ياكلوها. لو ما حبوش هنحطها في علب ونغطيها كويس. اهم حاجه يا جماعه نغطيها بحاجه محكمه علشان خاطر ما تغيرش ريحتها وفي الاخر ما تديناش نتيجه حلوه. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك. بصوا 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 الجمال، يعني مش قادره اقول لكم على الجمال. بص الترميله يا جماعه، يعني والله والله الكاميرا ظلموها. كده انا خلصت معاكم مراحل السمنه البلدي من اول ما كانت قشطه لحد ما وصلت معاكم للي انتوا شايفينه ده. يا رب كده تعجبكم الفيديو بتاعي النهارده، ويعجبكم الحلقه الجميله دي من دبري ووفري. اسيبكم بقى في رعايه الله واجيلكم بوصفات تانية كتير باذن الله على قناتي ركن المطبخ مع حواء. يا رب كل حاجة بكون بقدمها تكون بتفيدكم. مستنياكم بقى تجربوا الحاجات اللي انا بعملها وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الجمال اللي انا منزلاه ده وفي الفيديوهات بتاعتي التانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له شير. اسيبكم بقى في رعاية الله واجيلكم بوصفات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.